المنحة وسالفة المنحة 4 أشهر. استاذ عمار اذكر لك اياها بصراحه انه المنحه هي ليس من اختصاص وزاره العمل، لكن ما راح اقول لك انه مو موضوعنا، لا ما نتخلى لا ما نتخلى، لا يعني احنا مؤتمنين على شريحه هم المستفيدين الحمايه الاجتماعيه. المنحه اثارها الجانبية آثار مميزة جدا. أنت من ترجع 140,000 وهذه الأعداد الطلاب والآن تعطيهم هاي المبالغ اللي الآن ارتفع لأول مرة من 2,200,000 هذه السنة 2,300,000 طالب مشمولين بالحماية الاجتماعية. طيب. عدد الطلاب ما يتجاوز 6 مليون سنويا، يعني انت الان اكثر من ربع هم مستفيدين حمايه اجتماعيه في كل المدارس العراق. صحيح. اثارها ممتازه بالنسبه لارجاعهم الى المقاعد الدراسه، وجودها ضروريه بالنسبه للطلبه، جاي يقول لك اشتري بها قرطاسيه، هذا حتى الطالب يحس انه شيء ممتاز انه تجي مبالغ ماليه. احنا الان كهيئه حمايه اجتماعيه وفرنا قواعد بيانات، وفرنا نظام الكتروني يفتح في كل المدارس. يمكن النظام الان الموجود في العراق يعني ظاهري دول، انه ما عندك انت الان ماكو دوله من الدول كل مدارس العراق اللي عددها ما يقارب 23,000 فرع اليوم يوزر مفتوح الي هيئه حمايه اجتماعيه بالمدارس، يدخل مدير يعني المدرسه يفتح ويأشر حضوره. انا قبل الساعه 12 اعرف عدد المليونين زيد داوموا وزيد ما اجوي، و3 ايام اذا غاب انا مباشره اقطع عنه الاعانه. هاي ما صايره. 3 ايام اذا غاب؟ نعم 3 ايام اذا غاب ابناء المستفيدين الحمايه الاجتماعيه تقطع مباشره عنه الاعانه حمايه اجتماعيه. فاكو بيهم مرات من ما يستلم يجي يعترض، فطلع له التاشيره اقول له ابنك فلان يوم ما حضر، فلان يوم ما حضر، فلان يوم ما حضر. مو بس هاي، اذا غاب بالسنه الدراسيه تقطع عنه الاعانه. ليش؟ واحنا الاثر يريد ينجح ويريد يلتزم بالاستمرار بالدراسه. لكن المشكله لغايه الان هي دائما يعني قله التخصيص المالي المخصص من وزاره التربيه يعني ووزاره الماليه. مبلغ كامل بالتالي انت ما ردد. هو شنو قاعد يصير الان؟ يجي المبلغ بنقص. الان المعدل تصرفون ما نقدر نصرف. المعدل اللي قاعد يجي الان المبالغ من وزاره الماليه هو معدل 71 مليار، انت تحتاج اكثر من 83 مليار، وبالتالي هذا النقص يولد يعني سبب حقيقي لعدم صرفه. الان من خلال يعني شبه يومي هنالك مخاطبات، يعني ننتظر الايام المقبله اذا جت المبالغ راح تصرف مباشره.